اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. هنعمل مع بعض الكشري اسكندراني. نشوف هنعمل ايه. عندي 4 معالق كبار من الزيت، هننزل عليهم ببصلايه كبيره متقطعه مكعبات، وهنشوحها لحد ما تاخد لون ذهبي فاتح. مهم ان احنا ما نسيبش البصل على النار علشان ما يتحرقش، نفضل جنبه كده لحد ما ياخد اللون اللي احنا عايزينه، اللي هو الذهبي الفاتح، علشان ما يمررش معانا او ما يدي، وكمان ما يديناش اللون احنا مش عايزينه. كده لونه كويس جدا. ننزل بقى كوبايه عدس اصفر مغسول، بس ما يكونش منقوع، مغسول بس. هنقلبهم تقليبه، وبعدين هننزل بمكعب مرقه دجاج ومعلقه صغيره من الكركم. ايه طبعا اللي مش بيحب مرقه الدجاج او شايف ان فيها مشاكل ما يحطهاش عادي، مفيش اي مشكله، بس هي بتدي تست اعلى. كده العدس اتحور كويس معانا مع البصل. هننزل ب3 كوبايات من الرز. انا هنا استخدمت رز الضحى فما غسلتوش. لو هنستخدم رز سايب يبقى نغسله غسله كويسه. هنقلبهم تقليبه كويسه مع بعض، وبعدين هننزل بقى بالملح طبعا حسب الرغبه. وعندي معلقه صغيره من الكمون ونص معلقه صغيره من الفلفل. هنقلب تاني كويس، وبعدين هننزل عليهم ب5 كوبايات من المية المغلية. مهم ان احنا دايما لما نيجي نزود حاجة بتستوي معانا على النار ان احنا نزودها مية مغلية، ما نزودهاش بمية باردة، لانها كده بتبوظ معانا الطبخة. سيبناه لحد ما اخد غلوة. دلوقتي هنهدي النار خالص لحد ما يستوي، وما تخافيش مش هيعجن معاكي. نديله تقليبة كمان ونسيبه لحد ما يستوي خالص. زي ما انت شايفة كده شرب ميته. كده نسيبه لحد ما يستوي. على ما يستوي الرز نروح بقى نعمل التتبيلة بتاعتنا او الطماطم المخلية. معايا نص كوباية من الخل وملح، ومعلقة صغيرة كمون، نص معلقة فلفل، وعندي معلقة كبيرة من الثوم. ننزل عليهم بحوالي نص كيلو طماطم متقطعة مكعبات. انا بحب اقطع الطماطم مكعبات، بتبقى الطف من ان هي تتعمل شرايح كده. الولاد ما بيحبوهاش ان هم يقعدوا يمسكوا الطماطمية بحالها ويقعدوا يشدوها. احنا عندنا كده الرز استوى تمام. يلا نقدم بقى مع بعض. دايما الرز دوت او الكشري الاسكندراني بيتقدم معاه بيض مسلوق. ممكن نقدمه مسلوق عادي، وممكن نحمره مثلا في سمنة. ده الشكل النهائي للطبق، واتمنى يعجبكم. الف هنا وشفا.